عرف العالم بأسره الأساطير والحكايات الشعبية، وكل منطقة من مناطق العالم عرفت بأساطيرها وقصصها. بطلة حلقتنا اليوم يقال عنها فائقة الجمال، قوامها ساحر، لكن تتحول إلى عجوز شمطاء مرعبة. حُبِكت حولها مجموعة من الأساطير والأقاويل. عيش قنديشا، وهو تحريف للقب السيدة النبيلة عائشة القنديسة. أطلقت عليها في الموروث الشعبي عدة تسميات: مولة المرجع أي سيدة المستنقعات، للا عيشة، عيشة السودانية، عيشة القناوية، ويقال على أنها جنية في الفولكلور الشعبي المغربي. يشتهر التراث الشعبي المغربي بمجموعة من الأساطير وكذلك الحكايات الشعبية والقصص وغيرها، لكن أشهرها عيش قنديشة، ويقال أنه مجرد النطق بلقبها يجر اللعنة على ناطقها. شيء مخيف. تعددت ألقاب بطلتنا، وتعددت معها كذلك الحكايات حولها، وكلها حكايات عجيبة وغريبة. تقول إحدى الأساطير أن عيش قنديشة عجوز شمطاء، ساحرة حاسدة وحاقدة، تحبك الألاعيب لتفرقة الأزواج، وفي بعض الأحيان تأخذ شبها قريبا من بغلة القبور أو بغلة الروضة كما هو معروف باللهجة المغربية، فتظهر في شكل امرأة ذات جمال ساحر وخلاب، وقدميها تشبهان حوافر الماعز أو البغال. تروي الحكاية على أن عيش قنديشة كانت تستدرج الرجال بجمالها الأخاذ وتفتنهم وتغرر بهم، ثم تذهب معهم إلى مكان ما وتقتلهم وتتغذى على لحومهم ودمائهم. وشيء واحد فقط يخيفها ويرعبها، هو اشتعال النار أمامها. تروي حكاية ما عن مجموعة من الرجال التقوا في طريقهم عيش قنديشة التي كادت أن تفتنهم وتفتك بهم، لكن الشيء الوحيد الذي جعلهم ينجون منها هو أنهم قاموا بإحراق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا أن قدميها تشبه قوائم الجمل، وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة للنجاة منها هي إشعال النار. هذه الأسطورة لا توجد في المغرب وحسب، بل توجد أساطير مشابهة لها كأسطورة أم دويس في الخليج العربي، وأسطورة ذات الفم الممزق في اليابان، وأسطورة النداهة في مصر. وعيش قنديشة معروفة كذلك في الجزائر، خاصة في منطقة أولاد نائل، وهي قبيلة أمازيغية. تكمن أوجه الشبه بين كل أسطورة وأخرى في عنصر الإغواء الأنثوي وعنصر الرغبة في القتل، وكذلك تشابه المكان الذي تكون فيه بطلة كل أسطورة، والذي يكون عبارة عن مكان نائي وخالي، والتشابه في عنصر الزمان وهو عند حلول الظلام. هذه الأسطورة لم تبق حصرا على الناس البسطاء، بل بحث فيها علماء اجتماع وباحثين كعالم الاجتماع الراحل بول باسكون، وهو عالم اجتماع فرنسي مغربي ولد بفاس سنة 1932. بول باسكون كتب عن عيش قنديشة في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب. يحكي الوسط العام أن أستاذاً أوروبياً للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثاً حول عيش قنديشة، فوجد نفسه مضطراً إلى حرق كل ما كتبه حولها وإلغاء بحثه، ثم مغادرة المغرب بشكل نهائي ومفاجئ. لكن هل تعلمون أن عيش قنديشة شخصية حقيقية؟ فحسب بعض الروايات فعيش قنديشة امرأة تنحدر من الأندلس من عائلة موريسكية نبيلة، عاشت في القرن الخامس عشر،
وأسماها البرتغاليون بعيشة كونديسا، أي الأميرة عيشة. وقد كانت مجاهدة تعاونت مع الجيش المغربي لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا وشردوا أهلها. قررت عائشة الانتقام وأظهرت على شجاعة ومهارة في القتال، حتى ظن الناس وفي مقدمتهم البرتغاليون على أنها ليست بشرا وإنما جنية. وبمحاربة عيشة قنديشة للبرتغاليين صنعت لنفسها مجدا خالدا وذاع صيتها في كل مكان. لقد كانت المجاهدة عيشة قنديشة أو عيشة كونديسا تغري جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى الوديان والمستنقعات، تذبحهم بطريقة شنيعة أرعبت المحتلين الأوروبيين. أما من ناحية أخرى فيرى الإنثروبولوجي الفنلندي ويسترمارك بعد تعمق كبير في أسطورة عيشة قنديشة أن الأمر يتعلق بمعتقدات تعبدية قديمة، ويربط بينها وبين عشتار إلهة الحب القديمة التي قدستها شعوب البحر الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين والفينيقيين والكنعانيين والقرطاجيين. وربما تكون قنديشة هي ملكة السماء عند الساميين القدامى، حيث اعتقدوا أنها تسكن العيون والأنهار، الوديان والبحار. أما فيما يتعلق ببعض من يمارسون الطقوس الغريبة، فتجد أنهم يصورونها على أنها شيطان أو جن، ومن المعروف أنها تأسر أرواح الشباب وتدفعهم إلى الجنون، فهم يقيمون طقوس جناوا أو الليلات حول العالم لطرد قنديشة من الضحية الممسوسة، وذلك مع إشعال البخور وحضور أهازيج الموسيقى التقليدية وذبح الأغنام طوال الليل. وفي هذا الصدد أصدرت دار النايا للنشر والدراسات في سوريا سنة 2008 رواية تحت عنوان عائشة القديسة للروائي المغربي مصطفى الغتيري، وهي رواية مستلهمة من الأسطورة التي شغلت الخيال الشعبي. وأنتم متابعي الكرام، ما الأسطورة التي تتوقعون أن تكون هي الحقيقية؟ صديقاتي أصدقائي، آراؤكم تهمنا ودعمكم للقناة يسعدنا، فادعمونا بتسجيل الإعجاب والاشتراك والمشاهدة. ربنا لا 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 لا